الناس مع اختلاف جنسياتهم وثقافتهم ومستواهم الاجتماعي نوعين. نوع بيستنى الغلطة او الموقف او الظرف اللي بيحصل لك علشان ياخد دينه في اسنانه ويطلع يجري ويهرب من العلاقة. ونوع تاني لو حصل لك مليون ظرف او في مليون حاجز وقفوا بينك وبينه او حصل مليون غلطة بيفضل برضه متمسك بيك. خلينا نقول بمعنى تاني ادق واوضح ومختصر اكتر، الناس نوعين. نوع بيقرر يفضل معاك في كل الظروف، ونوع بيقرر يفضل معاك حسب الظروف. في 2012 قادتني ظروف الشغل والتحقيقات الصحفية اني اعرف قصة شاب وشابة، معتز ورشا، 2 شباب مصريين جمال. وقتها يعني كان عندهم 28 سنة. معتز خريج كلية هندسة بترول، قسم بترول، ورشا خريجة كلية اعلام. الاثنين حبوا بعض، لا يخجلوا يعني ان هم يعلنوا ويقولوا رغم الفروق الاجتماعيه كانت موجوده بين المستوى الاسرتين، يعني مستوى اسره معتز اقل شويه من مستوى اسره رشا اللي كانت ميسوره الحال جدا، لكن رغم كده الحب لما بيؤمر يعني كله في الاخر بيستجيب. اتخطبت رشا لمعتز وكانوا يعني مخطوبين، وكانوا اسعد الكابلز اللي ممكن حد يشوفهم في حياته، متفاهمين منسجمين، مفيش تقريبا مشاكل ما شاء الله بينهم، وكانت حياتهم زي الفل يعني بيستعدوا عشان خاطر يتجوزوا. وكان معتز وقتها بيشتغل في شركه بترول موجوده في البحر الاحمر، شركه بترول عربيه، في المكتب بتاع شركه بترول عربيه موجوده في البحر الاحمر. فكان دايما واخد الطريق قياسه بين الغردقه وبين القاهره، يعني بين مقر شغله وبين القاهره. كان مرتبه وقتها، وده رقم كبير على فكره بمعايير 2012، يعني برضو ايه، يعني ما تقعدش بقى تقسم المبلغ تشوف هو كام دولار، لا لا لا، هو المبلغ ده كان كبير في وقتها فعلا. كان بياخد 22000 جنيه 22000 جنيه في اكتوبر، في تحديدا في اكتوبر 2012، وده كان رقم كبير. المهم وده بسبب اجتهاده على فكره، وبسبب شطارته في الشغل، وبسبب ان هو حد متميز قوي في شغلانته يعني. في مره من المرات راجع معتز من الغردقه على القاهره، عمل حادثه في الطريق، العربيه اتخرشمت، وهو يا عيني يعني بقى حالته صعبه جدا. يعني سبحان من نجاه، سبحان من خرجه اصلا حي وفيه الروح لسه من الحادثه دي. كان من نتيجه الحادثه دي للاسف ان رجلين الاثنين حصل لهم بتر، فبقى الموقف موقف صعب جدا. هنا بقى ابتدى زن اسره رشا، خلاص يا بنتي كل شيء نصيب، هنعمل ايه يعني، ما انت هتعملي ايه، ما هو في الاخر مش هينفع تبتدي حياتك مع واحد يعني رجلين الاثنين مبتورين، ما ينفعش يعني. ما ليه تظلمي نفسك، ليه تظلمي ولادك، ليه تخلي نفسك تشيلي حمل اكتر من حملك؟ يعني انت برضو مرفهه ومدلعه، انت بنت زوات، فهتقعدي بقى تشيلي هم واحد راجل بكرسي متحرك ومعرف كل الكلام ده. هو لسه في المستشفى، يعني هو فاق من الغيبوبه، اكتشف ان هم قطعوا له رجليه، وفي نفس الوقت ايه لسه ما طلعش، لسه في فتره الاستفاقه من الصدمه العصبيه والجسديه اللي هو فيها يعني. فقعدوا اسرتها يزنوا عليها، وهي مصممه لا انا هفضل مكمله مع معتز. على الناحيه الثانيه معتز، ولانه عنده دم، ولانه انسان حساس، ولانه يعني ابن ناس، هرجع اقول في الاخر ابن ناس يعني، كان حاسس ان لا انا مش هينفع، انا مش عايز رشا تستحق حد احسن مني في الهيئه، واحسن مني في الوضع الحالي يعني. جت في مره تزوره في المستشفى، فراح راح مطلع الدبله بتاعتها وراح مديها لها، الدبله بتاعته هو راح مديها لها مرجعها لها، قال لها بصي انا عارف ان احنا الاثنين عاقلين وبس مش هينفع نكمل، وانا مش عايز اظلمك معايا يعني، فانت مالكيش ذنب. قال لها نفس الكلام اللي اسرتها بتقوله لها يعني. فالبنت راحت مسكت الدبله وقالت له والله بالنص كده، قالت له والله يا معتز دول انك انت متخرشم ومش ناقص، انا كنت اديتك بنيتين في وشك، خرشمتك بزياده يعني، وانا متجوزاك عشان خاطر رجلك يعني، انا اللي عجبني فيك انت رجلك، فرحت متجوزاك، بلاش عبط بلاش هبل، انا معاك وانا جنبك وانا هفضل مكمله معاك. كان تصرف غريب، حتى يعني معتز حتى هو بيحكي بيقول انا ما كنتش مصدق قوي، انا عارفها ومخطوبين بقالنا 4 سنين وبحبها وبموت فيها، لكن كنت حاسس ان ده اندفاع او شجاعه او حماسه الانسانه اللي مش عايزه تتخلى بسهوله عن خطيبها يعني. فغصب عنه يعني دموعه نزلت منه، موقف كان مؤثر جدا بيحكي، بس في النهايه في الاخر خلاص مش هنكمل، ففضلنا مكملين. اكتشف بقى ان رشا كانت تعني كل حرف من الكلام اللي هي بتقوله. بعد ما خرج من المستشفى بدا يعيش حياته على الكرسي المتحرك. البنت غيرت كل نمط حياتها بحيث ان هي تكون موجوده عندهم في البيت، هو والده ووالدته ناس كبار في السن يعني، كل يوم في الصبح بتكون موجوده عندهم من الساعه 7 الصبح من وقت ما بيصحى، وتفضل طبعا الشركه مشوه، بالمناسبه دي معلومه برضو مهمه لازم نقولها، الشركه مشوه بالذوق يعني، هنعمل بيك ايه يعني وانت مصاب الاصابه دي، فراحوا مشوه وصفوا له مستحقاته، فبقى كمان عاطل يعني، غير ان هو مصاب كمان بقى شخص عاطل. كانت بتروح الساعه 7 الصبح
رشا للبيت عنده، تساعده في الفطار، تساعده في لبس هدومه، تساعده مش عارف ايه، شويه بشويه 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 لغايه ما ايه، لغايه وكانت هي اللي مستعجله على الجواز، واتجوزوا فعلا بعد ما خرج بثلاث اربع شهور من المستشفى، وكملت بقى الدور اللي كانت بتعمله. هي كانت ليه زوجه ومساعده وكل حاجه كل حاجه، ونظمت له حياته بشكل رهيب. وبدات كمان تقول له طب بص، انت مش كان زمان حلمك ان انت تعمل ماجستير ودكتوراه؟ قال لها ايوه، بس ده علاقته ايه قالت له لا هنعمل كده، ما مش احنا قاعدين في البيت، نعمل ماجستير ودكتوراه. فضلت وراه لحد ما عمل الماجستير وعمل الدكتوراه، خلصهم في وقت قياسي، خد الشهادتين العاليين دول، وبدا كمان يدرس، وبدا ان هو يدي كورسات وتعين في الجامعه، وطلبته شركه بترول بمرتب مضروب في أربعة اللي كان بياخده في الشركه الاولانيه. انتوا متخيلين؟ يعني بعد ما بقى معاه شهاده دكتوراه وماجستير. فالراجل ده حياته اتغيرت 180 درجه في 8-9 سنين بسبب وجود انسانه مخلصه وفيه اصيله ما رضتش تتخلى عنه في الظرف وفي الوقت الصعب. معتز لما كان بيحكي، لما كنا بنتحاور يعني انا وهو، ما كانتش هي موجوده معانا، كان هو بس اللي بيحكي، فبيقول لي انا طلعت من الدنيا دي برشا يعني، وعرفت اهميه ان انت تختار صح، واهميه ان انت ما تستجيبش للضغوط اللي حواليك اللي عايزين يخلوك تلبس في اي عروسه او حتى لو بنت تلبس في اي عريس وخلاص. لا، احنا اخترنا بعض عن اقتناع، احنا اخترنا بعض، احنا ما اتفرضناش على بعض. ولما بيكون الاختيار من دماغك، ولما الاختيار بيكون صح قوي، وبتكون مستخير فيه ربنا، وبتكون مركز قوي في تفاصيله، لازم 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 يكون نهايه الاختيار ده رضا طول مده العلاقه. عمرك ما هتتكسر من اختيار انت مختاره بعقلك وبقلبك مع بعض سوا. لو على البدايه فالكل بيبدا مبهر جذاب يشد منور وحلو، لكن مين اللي بيبقى عنده إلمام بقواعد التكملة، إنه يسمع ويصبر ويسند؟ كتير جدا اللي عايزين الحلو منك والجانب الجذاب اللي فيك، لكن مين اللي عنده استعداد يتقبلك في كل أحوالك وكل ظروفك ويكون عايزك زي ما انت؟ يمكن عشان كده واحدة من أسوأ التجارب الإنسانية في العلاقات إنك تكون في علاقة مع شخص ملوش أمان، شخص مش عارف راسك من رجليك وانت معاه، شخص متوقع الغدر منه في أي لحظة، شخص ما عندهوش شرف في الخصومة ولا لطف في الفراق، شخص ما عندوش اخلاق في النهايات، وخيرك كله يتمسح باستيكه لمجرد اي ظرف تتعرض له. نسيان كل الحلو اللي كان بين طرفين، والشعبطه في غلطه واحده او ظرف خارج عن الاراده حصل، ده دليل ان الشخص كان مستني التلكيكه دي مش اكتر. سهل تبقى نمرود نساي، صعب تبقى اصيل وشاري. ولاد الاصول مش بينسوا الحلو الكتير اللي اكدته المواقف والعشره بالوحش القليل النادر الغير متعمد. البدايات العظيمة للكل والثبات بس للصادقين. عشان كده حبوا ولاد الأصول وصاحبوا ولاد الأصول، مش بيفضل غيرهم في أواخر كل الحواديت.